دراع النهاردة من شركة صيني طرف تالت. ايه اللي يخليك تشتري الدراع ده وما تشتريش دراع تاني اصلي ومن شركة اصلية ومضمونة؟ المشكلة اللي بتواجه اي حد بيشتري دراع ان للاسف بعد كام شهر انت متأكد ان هيجيله مشكلة كبيرة وهي اسمها الدريفت. ايه هو الدريفت؟ الدريفت ان انت تلاقي الانالوج ده بيتحرك لوحده كده وبيلعب لوحده جوه الهاردوير بتاعه، لان دي بتبقى حاجة كده هنشرحها بعدين تلاقيها بتتاكل مع الوقت وهي اللي بتعمل انها تتحرك لوحدها كده. انما شركة جيمسر الانالوج في الحتة دي كده معمول بميزة جديدة هنتكلم عليها بعدين. بيقولوا ان هو عمره ما هيبوظ، شغال بمجالات مغناطيسية. المفروض ان انت عمره ما يجي عليه يوم ويحصل له مشكلة الدريفت ده، ولا في الانالوج ولا في التريجرز اللي ورا. بس النهارده هنشوف هل الدراع هيكون فعلا صفقة ولا احنا للأسف خسرنا فلوسنا. أول حاجة هناخد بالنا منها هي الدراع موجودة في الوش، تحتيه على طول هنلاقي ستيكر جيم سير اسم الشركة، هنلاقي بعده كتالوج موجود فيه QR كود بتاعت البرامج، وبعده هنلاقي كتالوج بتاع الدراع. وده كابل 3 متر مجدول شكله جميل جدا بصراحة. وبس كده مفيش حاجة تاني. لو جينا بقى نشوف السلك هنلاقي ان السلك ده 3 متر مجدول بيعيش عشان ما يبصش بسرعة يعني. USB Type C، وهو بصراحة خامته حلوة جدا وهيستحمل يعيش معاك يعني. وبرضه تفاصيل الدراع من ورا اللي محفورة بالليزر معمولة علشان لو حصل مثلا عرق أو حاجة الدراع ما يتزحلقش منك. والأحلى بقى بصراحة هو الوش المغناطيسي ده، علشان تقدر تشيله وتنضفه، تغير لونه أو تدهنه زي ما تحب. حتى في وشوش تانية موجودة على أمازون بيكون فيها سكنات، يعني لو انت عايز تغير السكن من الأبيض لأي لون تاني. بس سيبك بقى من شكله، أنا اشتريته علشان كلمة الهول إفكت اللي شركة جيم سير قالت لنا عليها. الدراعات العادية شغالة بحاجة اسمها البوتنشيوميتر، حديد بيحتك مع كربون زي قلم رصاص بيتاكل. الدراع ده شغال بمجال مغناطيسي، مفيش تلامس مفيش احتكاك، وبالتالي مفيش حاجة اسمها دريفت. المفاجأة الحقيقية بجد اللي الدراع ده بيتميز بيها هو ان ليه برنامج اسمه جيم سير نيكزس، ده اللي بيميزه عن اي دراع تاني. من هنا تقدر حرفيا تعمل اوفر كلوك للدراع تخليه 1000 هرتز. انت متخيل الرقم؟ دراع الاكس بوكس اصلا شغال 125 هرتز والبلاي ستيشن 5 250 هرتز، ده شغال ب 1000 هرتز يعني 1 ملي ثانية، اسرع من دراع الاكس بوكس 8 مرات. كمان تقدر تيجي هنا وتلغي الديد زون للتريجر، تقدر تلغي الديد زون تخليها صفر، يعني اقل لمسة وانت لامس بس الدراع بيلقط اقل حاجة، الدراع يحس بيها على طول وانت حاطط صباعك على الدراع. ممكن حتى الستكس في الانالوج نفسه ممكن برضو تقلل الديد زون، هو الديد زون بتاعته بتبقى 10، ممكن تقللها انت وهو يديك هنا تحذير ان ايه لازم يبقى اقل حاجة 5 يعني. رجعها تاني يعني مش مشكلة، اهو نفس الكلام برضو هنا. عندك الفايبريشن، عندك 4 فايبريشن في الدراع ده، في 2 في الجريب وفي 2 في التريجرز. وعندك هنا الزراير، عندك زرارين ورا موجودين في ظهر الدراع تقدر تعمل لهم كاستمايز وتخليهم بأي حاجة انت عايزها. الكلام النظري حلو، بس في جود اوف وور الكلام اختلف قوي. استجابة الدراع حرفيا كانت في لحظة، مفيش ذرة تأخير ما بين عقلك وضغطة الزرار في اللعبة. والزرار الخلفية هي اللي بتخليك تدوج وهي اللي بتخليك تعرف تعمل ان انت تعمل ديفنس مثلا، كانت سريعة جدا وفعلا كانت مفيدة. وفي فورزا بقى الدراع حرفيا كان حلو، ومن اول الفايبريشن اللي بتحس بكل حاجة والهول افكت اللي كان موجود بيخليك بتحس بالسلاسة بتاعت العربية. وبرضه في الدريفتات فعلا كان الدراع بسيط وكان سهل جدا، ما فيهوش الحركات العشوائية اللي بتحصل في الدراعات العادية ان هي العربية تيجي يمين جامد او شمال جامد. وبرضه هنا كنت بجرب لقطة علشان افرمج العربية واشوف قوة التريجر واشوف اخر التريجر والمدى بتاعه يعني. طيب هل الدراع ده مثالي؟ بصراحة هو مش مثالي علشان مشكلة ان هو سلك، ممكن يضايق ناس كتير لو بتلعب من بعيد، بس في نفس الوقت يعني انت عندك الدراع 3 متر. لو الحرية والوزن التقيل أهم حاجة عندك خليك في الدراع الأصلي.
لكن لو الأداء أو العمر الطويل هم أولويتك خليك في الجي 7 اس اي، ده هو هيكتسحهم بجدارة. بصراحة سعر الدراع مش رخيص خالص، وفي نفس الوقت هو مش غالي زي تمن الدراعات الأصلية التانية. بس أهم سؤال عندنا بقى، هل الدراع ده فعلا هيقدر يقف قدام دراع الإكس بوكس وبلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4؟ بإذن الله أنا بجهز فيديو مقارنة شاملة للأربع دراعات دول. لو عايزين نعمل فيديو المقارنة ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات مقارنة. أنا عبد الرحمن ضياء، وأشوفكم في الفيديو الجاي.